السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى النهاردة اقول لكم ازاي عملنا الرز بلبن الكريمي التحفة اللي انتوا شايفينه ده، زي ما بناكله كده في المحلات. حاجة كده ما شاء الله، طعمه كريمي قوي وجميل كده، وكمان بقى لما نسيبه يسقع شوية في التلاجة بيبقى حلو كمان قوي. تابعوا معايا الفيديو الاخر، ولو اول مرة بتشوفوني نوروني بالاشتراك في القناة، وكمان فعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف المقادير بتاعتنا. اول حاجه يلا حطولي اللايك قبل ما نبتدي في اي حاجه. اول حاجه كده معايا مج من الرز المصري بتاعنا العادي. غسلته كويس قوي، وبعدين نقعته حوالي نص ساعه في الميه، وبعدين هحطه بقى على حله في حله كده على النار. هضيف عليه حوالي كوبايتين ونص من الميه، وهسيبهم بقى مع بعض كده على نار متوسطه لحد ما الرز بتاعي ده يتهرى تماما ويستوي على الاخر. وكل شويه كده بنقلبه علشان ما يكتلش معانا، ما يعملش كتل. بصوا الرز استوى تماما وشرب كل كمية المية، واستوى على الاخر يعني كان دايب كده. هنزل بقى بنص كمية الحليب بتاعتي، وهنا انا معايا لبن فلاحي، ودي من عوامل نجاح الرز بلبن معاكي انك تحطي له لبن فلاحي، ما يكونش لبن مبستر، ما ينفعش نهائي. تمام، لبن فلاحي يفضل ان هو يكون جاموسي. ضفت نص كمية الحليب بتاعتي، وهسيب الرز يكمل سوا في كمية اللبن. هسيبه بقى يكمل سوا فيها، وبرده النار متوسطة، وكل شوية بنقلبه كده علشان ما يكتلش معانا برضو ويعمل كتل معانا. هنا بقى بعد ما شرب كمية اللبن الباقية معايا والرز هنا كان استوى تماما، نزلت بقى بكوباية من السكر. وطبعا دي اختياري، حابة تزودي او تقللي براحتك على حسب الطعم المطلوب معاكم يعني. هنا بقى بقلبه كده اهو في السكر، وبعدين نزلت ببقية كمية الحليب بتاعتي. بصوا بقى، هنسيب بقى هنا كده كان خلاص الرز استوى معايا. انا بقى الاخر خطوة دي بقى بقيت كمية اللبن، الرز بقى هيتشربها وهيلف معايا بقى كده، والقوام يتقل شوية، وهيكون ده القوام المطلوب. وطبعا كل ده واحنا موطيين النار عليه، ما ينفعش نعلي النار خالص، بنسيب النار هادية جدا وايدينا فيه كده باستمرار بنقلب. اهو كده بقى زي ما انتوا شايفين القوام بتاعي بدأ خلاص يلف معايا، وخلاص قرب ان هو يستوي خالص. جبت نص كوباية من المية، ضفت فيها معلقة من النشا، معلقة واحدة، ومعلقة من اللبن اللي هو البودر، الحليب البودر، معلقة حلوة كده من اللبن البودر. لو حابة تزودي لبن بودر معلقتين مش هيجرى حاجة، هيكون حلو قوي وبيديله طعم حلو ونكهة جميلة قوي زي اللي بناكله في المحلات. وهنقلبهم كويس قوي، وبعدين نضيفهم بقى على الرز بلبن، ونقلب بقى كده الكلام ده وايدينا فيه باستمرار كده عشان ما يتقلش معانا قوي. ناخد بالنا، عايزين القوام في المرحلة دي يكون كريمي كده، ما نخليهوش يتقل قوي، علشان لو زودنا او علنا النار عليه ممكن يتقل معانا ويكتل بسبب النشا. وبس كده بقى، بعد ما خلاص ده القوام المطلوب زي ما انتم شايفين كده. القوام بتاعه لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. ضفت باكت من الفانيليا وهديله تقليبه وهطفي النار كده. خلاص بنضيف الفانيليا في الاخر وبنطفي النار، وهبدأ بقى ان انا كده اصبه في البولات بتاعتي على طول. ما ينفعش ان انت تسيبيه اكتر، يعني تسيبيه على النار كتير، لازم تصبيه بقى على طول بعد ما طفيتي عليه عشان ما يكلكعش منك او ما يمسكش كده. تمام، بصوا القوام هو ده القوام المطلوب، لا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي. اهو بالشكل الجميل ده بقى نحطه في البولات بتاعتنا وناكله بقى وهو ساقع كده، وبألف هنا وشفا. حاجة كده حلوة بقى في الحر ده تطري علينا كده. يعني ألطف بكتير بقى من الأكل والحاجات دي. طبعا زهقنا من الأكل في الحر ده، فده حاجات كده ايه يعني ما شاء الله كده ساقعة وجميلة كده لما يتحط في التلاجة. بس كده انا كده اكون خلصت الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لي اللايك، ونوروني بالاشتراك في القناة، وكمان فعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.